وقبل ما نبدا صراحة بغيت نقول لكم شنو بان لكم نهار الأحد نبقى نهضروا على مواضيع بحال هذا الفيديو هذا. ما عدا الا كانت شي حاجه اللي شائكه في الراب ندويو عليها ونخصو الحد باش نناقشوا افكار جداد وكذا وبلانات اللي يعجبوكم. شوفوا هاد لا فيديو هذا وغتفهموا كيفاش وردوا عليا في لي كومونت. حلمة مورا حلمة تسنى نتفكر بعدا صدمة ورا صدمة نتسطا في القبر غدا كاع ما ورا كاع ما نتسمى ذكر زعما ورا زعما ضرب صمطة وطحن قردة شاد بطة بغا يتهشرنا جيب الرينغ. افهم بخير. المهم قبل ما نبدا لا فيديو اللي يقدر يسبورتي هاد لاشين هادي فغلقاو كليك ديال سوبر تانك. وشكرا لكم مسبقا. وكما كنقول ديما الا كانت كديرونجيكم هاد اللعيبه فقط قولوا لي فانا غادي نحيدها زعما في خطره. وشكرا على لي كومونتير ديالكم صراحه كيعجبني البلانات اللي كتقولوا لي. وكنحس برا بنادم كما كنقول ديما عاوتاني كنحس برا كتفكروا وكاينين افكار وكاينين بلانات بنادم عنده ما يقول صراحه. وندخلوا في الفيديو نيشان. كيما عارفين غادي ندويو دابا على بوز اللي خلى اهم لي كلاش اللي خصو زعما يطبقوهم ولا يديرهم ومشى نقز ومشى كيكلاشي في شي حاجه اللي ما تسهل الصراحه بحال مثلا راه قلتها في الفيديو اللي فات فاميليا مثلا ولا شي بلانات بحال هكا. فكون جاوب صراحه سكوراب اللي هو رابر جزائري غادي يكون احسن وبزاف كاع احسن والله الا احسن من سموليكس. الا بغينا نديرو صراحه زانده ديال بصح احسن من سموليكس احسن من دولي بران احسن من فاميليا احسن من كلشي. زعما كنهضروا على كيفاش غادي يكون الكلاش ماشي زعما كنقول احسن من هذا وهذا حيت كل واحد والذوق ديالو كل واحد شنو كيعجبو ماشي كنقارنوا بالروابا. المهم ما علينا راك فهمتوا شنو بغيت نقصد. فكاين بزاف ديال التساؤلات علاش بوز جاوب سكوراب بوز جاوب سكوراب. فبزاف ديال التساؤلات اليوم غادي نحاول زعما نكسبليني ولا نشرح علاش بوز ما يقدرش ولا علاش ما جاوبش سكوراب. بطبيعة الحال فكراش اللي قال فيها طلع سروال اللي اسمه جوكارتا ولا ما عرفت شنو صراحة جوكارت ولا ما عقلش الصراحة. فراكم فهمتوا البلان. وقبل ما ندخلوا صراحة في الشرح اون جينيرال غادي نعطيكم فكرة زعما بين على الناس مثلا اللي الجزائريين لا المغاربة مثلا اللي كيقولوا لا حق المغرب ولا كيمشيو لي كومونتير ديال شي واحد مغربي وتيبداو يسبوا ولا العكس المغاربه اللي كيمشيو مثلا شي جزائري تيبداو يسبوا. فانا من وجهه نظري هي اللي كيدير هاد البلانات هذا هي ما فاهمش داكشي. وراه الحمد لله كاينين الجزائريين ولا الاغلبيه ديال الشعب الجزائري والمغربي مفاهمين بعضياتهم ومفاهمين البلانات. واخا كتفرقنا مثلا ماشي كتفرقنا مثلا كيكونوا مقابلات ديال الكره ولا مقابلات ديال كلاشات في الراب ولا اي حاجه فغادي نعرفوا ولا عارفين حنايا برا داكشي صراحه تداري باش يخلق حماس مثلا بحال ملي كيكون الفرق داخل البلد ديالك راهم زعما كديروا بهم حماس وحب الانتماء كما عارفين. انما راه حنايا جمعنا الاسلام وخصنا نبغيو بعضياتنا ونحبوا بعضياتنا كما كنقولوا وشي يعاون شي راه كامل راه حنا لا الشعب المغربي لا الشعب الجزائري لا التونسي راه كاملين جايه فينا الدقه. اللهم نتعاونوا بعضياتنا وراه جمعنا الاسلام وشنو فرقنا سلوكه حنا راه حنا خوت كما كنقولوا خاوه ديما. ف داكشي علاش بغيت نقول لكم المغاربه ولا الجزائريين ولا التوانسه ولا هادي فبغيو بعضياتكم صراحه وما يفرقكمش ديك الهضرات ديال السياسه وكذا وهادي. وشكرا حيت كتفهموا بحال هاد البلاصات وانا كيعجبوني وكنحترم الناس اللي كيفهموا شنو بغيت نوصل. وابار دوك الترولات اللي كيبقاو يطلعوا بعضياتكم راه خذها غير بضحك حتى الا طلعت شي حاجه غير بضحك بحال شي خوك تيضحك معاك وهذا. وتحياتي وراه فرقنا حدود وفي فارقين الناس سلوكه ماشي حدود فرق الناس سلوكه وجامعين اسلام سواء لا مثلا مشات الارض لجيتكم راكم خوتنا جات لجيتنا راه حنا خوت. هذا الشيء هي فكر ديال المستعمر باش يفرق بيناتنا خوتي. فحاولوا تفهموا هذا الشيء وما علينا. هادو هي فكره وقولوا لي نتوما شنو بان لكم في لي كومونتير. وندوزو دابا الفيديو ديالنا ولا الفكره اللي ولا التراك ولا الكلاش. فكما قلت لكم في الاول فاسكورا برا كلاشا بوز وكذا وطلعوا على بزاف د البلانات قالوا زعما سير كلاشي راه عندك مشاكل خصك تهضر على مثلا المغرب وعلى باع المغرب بيكارا وعلى الرمال وعلى الثروات اللي في المغرب كتنهب وعلى
المسؤولين اللي كيكونوا الخيرات ديالها، متبقاش معتمد على الكلاش، راه عطا الله على من تربي وراك عندك النيفو طايح ملي وليتي كتميل للكلاش بزاف كيما شفتو راه درنا على داكشي رياكشن. فسكورا دار هادشي وعجبني صراحة بزاف، داكشي وصل بعمق وكتابة اللي واعرة بجد. وانا صراحة كنتسنى زعما الدراري ديال بوز يصيفطوا البنات وكذا، ولكن ملي جلست مع راسي وشفت وتفكرت شنو طرا في العامات اللي فاتوا، كيما عارفين ملي كان طرا الكلاش ما بين الجزائري الروابا المغاربة، ف بوز تا هو بداو تينغزوه بزاف، اجي كلاشي نوض كلاشي نوض كلاشي نوض كلاشي، ناض بوزو واحد كلاش اللي فيه راه بجوجكم جايه فيكم الدقه وزيدين كتهضروا من الفوق، زعما راه الشعب المغربي لاش المغاربه لا الروابا الجزائريين لا المغاربه راكم بجوجكم مكفسين، يعني يجمع كلشي. هاد البلان اللي عجب بزاف ديال الناس، شي يعتبروا بان نقطه قوه ولا نقطه فهم البوز بالطريقه الصحيحه، ودار انه جالس زعما وكيشوف ويضحك فيهم. فمن هذه ناحيه، وكاين اللي فهم ان بوز دار هروب كما قال هو في ستوري، هروب ماكر، دار هروب ماكر من هذا الكلاش، خاف من الروابا الجزائريين لا يوبي لا ديدين لا كاع اللي كان نايض في ديك الوقيته. فاعتبر بوز مثلا تهرب من داك الكلاش وخاف، وراه هضروا على هذا البلان الروابا، قال بانه ما عندوش نيفو اللي يخليه كلاش، انما كل وحده كيشوفها ولا كل وحده وكيشافها. داكشي علاش كنقول انا مثلا راه الا جا كيما مثلا الرابور ولا حتى مثلا شي بحال اللي كتسني كونتر، بحال اللي قلتي انا مثلا، بحال دابا حنا عندنا البيك في المغرب، قال بان بوز راه قديم وهادي ما جاتش دابا ينوض عاوتاني ويكتب عليه كلاش وكذا، ولا قال له راه داكشي ساليت لا ناض كتب عليه، بحال اللي راه سنيتي كنت راك طيحتي بالنيفو رجعتي في كلمتك هكا اكثر. يكون طاري البوز دابا ولا شنو طاري له، هو انه كان كتب في تراك ولا كلاش بانهم بجوجهم راه كيخربقوا خصهم شي تكلاشا، وراه بجوجهم عندهم مشاكل في الدول ديالهم وبجوجهم كيعانيو، فراه هما كيطاحنوا بيناتهم، والراس الحربة ديالهم ولا مثلا المفسدين ولا كذا كيفسدوا في البلاد ديالهم بالنسبه للجزائر ولا بالنسبه للمغرب مثلا. فهادشي اللي قال هو، فبمجرد مثلا الى بقينا في المعتقد ديال الراب ولا الكلاش، رجع مثلا وكلاشا مثلا سكوراب ودخل هو وياه في كلاش، فغادي يولي داك الكلاش اللي فايت قال ولا هضر عليه غادي يردو مثلا سلاح كيتيري فيه، بحال اللي ضربتي بسلاح وسبقتي القرطاسه وجات فيك بحال هكا. راه كلاش جو كلاش قديم وغادي دابا تجي فيه الدقه ديال داك الكلاش القديم، ويصدق مضروب من جوج جهات، ضربوا سكوراب وضربوا السلاح ديالو القديم اللي هو الكلاش اللي كان كتب في الاول ديال ان هادشي راه يتخربق، وراه ما خصهمش يديروا هذا الكلاش وما خصوش يكونوا، ما خصوش كاع تنوض، والهدف ديال الراب ما خصوش يكون بحال هكا. ف فهاد الشيء غالبا الا ما جاوبش بوز ولا ما كانش تاثير مستقبلي، غادي يكون هذا هو السبب الرئيسي اللي غادي يخلي ولا اللي خلى بوز انه ما يجاوبش لحد الان. هذا بالنسبه لي وبالنسبه للمعرفه ديالي. فقولوا لي نتوما في لي كومونتير شنو بان لكم، واش تهرب، واش كما قلت انا زعما غادي يكون هضر على داكشي وصافي سد داك الدوسي. وشكرا لكم بزاف، وهذا مكان وتهلاو راه غير الدنيا هادي.